تخيل ان بعد كل السنين دي تطلع الحضارة الفرعونية مش فرعونية. وده اللي قاله بعض العلماء والباحثين في التاريخ في استراليا بعد ما لقوا في جدران كهوف عندهم نقوش فرعونية بالهيروغليفي. ويقال ان استراليا بتشاركنا في جزء من التاريخ الفرعوني. ازاي؟ معرفش. ايه بقى القصة دي؟ تعال اقولك، بس كالعادة بعد الانترو. زي دريك بقطع كيك، خدت فلافل عملت بوفتيك، عملت دبل كيك، انا الحقيقي وكلكوا فيك. السؤال الاول بقى اللي يجي في دماغنا بعيد عن العبط اللي بيقولوه ده، اللي هو ان الفراعنه ممكن يكونوا استراليين اساسا وسافروا علشان بعد كده يروحوا مصر يعيشوا هناك. ليه بقى ما يكونش الفراعنه اول ناس سافرت فعلا ولفوا العالم لدرجه ان هم وصلوا لاستراليا؟ وده اكيد الاحتمال الاكبر. ليه بقى ده الاحتمال الاكبر؟ اتقل هقولك. اول نقوش لقوها في استراليا كانت في شرق استراليا، واللي معروف لحد دلوقتي ان الفراعنه ما وصلوش لان هم يعرفوا ازاي ان هم يسافروا، ومن الواضح كده ان هم وصلوا لده بس احنا اللي ما عرفناش ده عنهم. واكبر دليل على ده، انا مالي قلبت اللين كده. واكبر دليل على ده ان في سنة 1992 كان في عالم الماني مش فاكر اسمه الحقيقة، او بصراحة كده الناس القديمة دي اسميها صعبة ومش بعرف اقولها. المهم كان بيفحص اكتر من موميا، وهو بيحلل العظم والجلد والشعر اكتشف ان اغلب المومياوات اللي حللها دي كلهم مستعملين التوباكو والكوكايين والحشيش. كلهم بيستعملوا التلاتة. كانوا اصحاب كيف. وده دليل على انهم من اياميها وهم بيعرفوا يستعملوا التلاتة. مش دي بقى المفاجأة. المفاجأة ان التلاتة ما كانوش موجودين في مصر اياميها، فمعنى كده ان هم راحوا بلاد تانية جابوها ورجعوا. يعني التوباكو تقريبا بيبقى في كوبا والمكسيك بس، يعني تقريبا برضو في امريكا الجنوبيه. فمن مصر في افريقيا يروحوا امريكا الجنوبيه يجيبوه ويرجعوا، وتبقى اكتر من موميا مستعملاه. معنى كده ان هم يا بيجيبوا كميه يا اما بيروحوا ويجوا بسهوله. المسافه اصلا من مصر لامريكا الجنوبيه تقريبا 16000 كيلو وشويه. كانوا بيسافروها ايام السفر كان بالجمال والخيل ومراكب بخشب بيعملوها بايديهم، فده مستحيل. معنى كده ان هم وصلوا لابعد من كده بكتير. الفراعنه كانوا بيعرفوا يسافروا فعلا، ومش بالطرق اللي احنا عارفينها اياميها. ومن الواضح برضو ان السفر ما كانش بياخد وقت، لان كميات كبيره من المومياوات اللي فحصوها دي كلهم استعملوا الثلاث مواد اللي ما كانوش موجودين في مصر اساسا. الغريب بقى ان ازاي ما حدش اكتشف لحد دلوقتي الموضوع ده. يعني ما فيش اي حاجه متسابه تثبت ان هم كانوا بيسافروا، وما فيش ولا معلومه واحده واضحه عن الموضوع. ازاي؟ ما اعرفش. يعني عارف حتى في الحاجات اللي بيرسموها على الحيطان دي، النقوش والحاجات دي، ما فيش حاجه مرسومه او مكتوبه عن الحوار ده برضه. وده غريب اكتر. وممكن ما يكونوش بيسافروا فعلا بالطرق اللي احنا كنا عارفينها ساعتها. زي ما قلت لك ممكن يكونوا وصلوا لتكنولوجيا ساعتها، او اكتشفوا طريقه ممكن يأثروا بيها السكه اللي هي ايه هي معرفش. انا لو اعرف اقول على طول. وممكن كان في حاجه عند الفراعنه ساعتها ما كتبوش عنها. ممكن هتقعد بقى دماغك توديك وتجيبك كده وتقعد تفكر في حاجات ملهاش اجابه. بس الاكيد في كل ده ان الفراعنه فعلا كانوا بيسافروا، وبيسافروا مسافات من قاره لقاره. والاكيد برضو ان الفراعنه كانوا اذكياء جدا لدرجه ما تخيلهاش ولا انت تتخيلها ولا اي حد يتخيلها. لان بص احنا بعديهم بكام سنه ومش عارفين هم ازاي عملوا ده. مع كميه التكنولوجيا اللي وصلنا لها هم كانوا بيسافروا اياميها، واحنا لحد من قريب كان السفر صعب. مش قريب قوي بس بالنسبه لهم من قريب. ولحد دلوقتي لسه في حاجات عنهم بنلاقيها مش بنلاقي لها تفسير. فتفتكر الفراعنه قدروا يسافروا فعلا؟ قول لي بقى في الكومنتات، وما تنساش تدوس لايك وتشترك وتفعل الجرس. وبس يا زميلي كده الفيديو بقى خلص. سلام.